تخيل انسان بيبدا حياته بسم الله الرحمن الرحيم كده، هوب تغيرات جسديه، تطورات عقليه، في ازمه هويه، مش عارف هو مين ولا مميز في ايه ولا يستغل وقته وطاقته في ايه، وكل ما يسال يتقال له حبيبي انت مراهق يا ابني، انت ايه يا حبيبي اللي بتقول لي ايه بتعمل ايه؟ حضرتك متهمه بانك بتقتحمي حجره المذكوره في اي وقت من غير اذن نيابه. ليه انا اخبط؟ هي تخبط اوكي، انا اخبط ليه؟ وانت متهمه ان رد فعلك عنيف شويه تجاه الموضوع ده ولا؟ عندي حق. ورد فعلك عنيف دلوقتي معايا عشان تبقى واخده بالك. لا يعني انا لاحظت يعني مفيش مثلا تقول لمراهقه انت كلبه طلعي شنب فوق بقك وبقيتي طولي، ولا او انت شحطه صوتك تخن وبتطلبي الحاجه وعكسها. عمرك ما هتقول كده ابدا. هذا البرنامج برعاية. كلمة مراهقة دي بقى جاية منين؟ كل الناس طبعا فاكرة انها جاية من ارهاق او مرهق حاجات كده، لا خالص، ده ظلم، دي كلها اشاعات. المفاجأة بقى ان احنا دورنا لقينا ان كلمة مراهقة جاية من رهقة. مراهقة في اللغة يعني قرب يكبر، قرب ينضج. مراهقة طاقة جامدة جدا وحيوية ونشاط مش موجودة في اي مرحلة سنية قبل كده ولا بعد كده. قبل كده طبعا ده طفل طاقة بس، مستحيل يبقى منتج، يعني ممكن ينتج لحواسة على الحيطة، ينتج روائح غريبة، حاجات كده بالكتير. بعد المراهقة انت كبير، انت منتج، لكن ما عندكش الطاقة بتاعت المراهقة. شوف الحلاوة بتاعت الفترة دي. انا بقى هموت واعرف ليه المراهقة شتيمة، يعني ليه مرحلة سنية عادية جدا يتقال عليها كده؟ ليه مربوطة دايما في دماغنا بالاندفاع او عدم المسؤولية او التصرفات الغلط اللي مش محسوبة؟ يعني واحد كبير كده تلاقيه بيعمل حاجة مش عارف ايه، تقول له يا انت مراهق يا ابني، ما تبطل مراهقة وبتاع. ولما حد كبير بيعمل كده ما بتشتمش بمرحلته العمرية، يعني ما حدش بيقول له يا ولد انت 30 يا ولد عيب كده، يلا يا 30، ما حدش، او يلا يا 26 يا اللي ما تربيتش، ما فيش حد بيقول كده، دايما بيشتموه بالمراهقة. اي حد كبير بيعمل حاجة غلط بيعتبروا ان دي ايه؟ مراهقة متأخرة. ليه؟ الموضوع ده قديم على فكرة، بقاله فوق ال100 سنة. لما طبيب نفسي اسمه جي ستانلي عمل كتاب عن المراهقة، سماه ايه تفتكر؟ سماه المراهقة عادي جدا، وروج فيه الفكرة ان المراهق مش مسؤول ولا قادر ينافس، وان المراهقة دي شوية تشوهات ضرورية لازم عشان الانسان يوصل للصورة الناضجة في النهاية وبتاع يتشوه. طبعا بعدها اثبتوا خطأ النظرية دي تماما، بس طبعا خلاص يعني الشتيمة لزقت في المراهق الغلبان والراجل هرب بفلوس الكتاب وعمل مصلحة زي العسل. طب هو ايه اللي مطلع سمعة على المراهقة وظالمها؟ هو ان المراهقة التغيرات فيها سريعة حبة، فده اللي بيجيب لصاحبها الكلام. يعني هو فعلا كل يوم بيصحى يلاقي تغيير في شكله وفي طريقته، وتغيرات كلها صعبة برضه، يعني غير الصغيرين. يعني البيبي الصغنن لما بيبدأ يسنن تقول له يوتي جميلة انتي طلعي اسنان، انتي كلبة عضي صباع بابا كده، تبقى فرحان جدا. لكن تغيرات المراهق مش كيوت زي تغيرات الطفل، لانه بيروح ناحية النضج، بيكبر سواء ولد او بنت. يعني مفيش مثلا تقول لمراهقة انتي كلبة طلعي شنب فوق بقك وبقيتي طولي، ولا او انتي شحطة صوتك تخن وبتطلبي الحاجة وعكسها. عمرك ما هتقول كده ابدا، ما لهمش ذنب، دي تغيراتهم، هو بيكبر. ده غير بقى ان سمعة المراهقين هو اللي عنده التمرد من غير سبب، من غير داعي. بصراحة المراهق معذور في احساس التمرد ده، هو فجأة الدلع عمال يتسحب منه وياخد بداله مسؤوليات، باقة الهاشتاكة بتخلص منه، هو مش عارف ايه ذنبه. وكل ما يحاول يعبر عن ده او يحاول يتحرك يتكلم يبدأ يتقال له خلاص بقى انت كبرت بقى وايه بتتمرد. يا جماعة لا، مش شوية الشعر اللي فوق بقي دول هم اللي هيعملوا فرق ما بيننا خالص. انا جاي لسه راهق بقرب. قول لي ليه الناس بتتعامل مع كلمة مراهق إنها شتيمة؟ مش عارف بصراحة، وأنا عمري ما شفتها شتيمة. عشان صعبة. في سن المراهقة مش فاهمين حاجة وإنهم صغيرين، وإن الكبار بيفهموا أكتر. إيه اللي مضايقك في سن المراهقة؟ أنا مبسوطة بس مامي مشكلة. لسه بتعتبرني إن أنا صغيرة، وأنا يعني أنا كبرت. صوت بيخشن، مش عارف شنب بيطلع، دقني بتنبت. إنهم مش بيفهموني، مش بيسيبوني براحتي. هل أهلك بيحترموا خصوصيتك؟ مفيش الكلام ده خالص. مامي بالذات لا. إيه أكتر حاجة نفسك يحترموا فيها خصوصيتك؟ ما يفتحوش عليا الباب في أي حتة. الموبايل. لبسي. هو في كل حاجة عامة. إيه أكتر حاجة بتعصب ماما منك؟ إن أنا بعند معاها دايما في كل حاجة. لما هي تقول حاجة وأنا ما كنتش راضية. الهند يا مصطفى. إن أنا أفضل قاعد على الكنبة ب 24 ساعة برضه ما بتحبش. عايزك دلوقتي تقلدي لي ماما وهي متعصبة. يعني إيه ما عندكيش لبس في الدولاب؟ ما كل الحاجات دي موجودة أهي. فك شعرك اللي أنتي عاملاه ده شكله وحش قوي. ماما ما تسيبي الموبايل بقى شوية، في إيه؟ اقعدي معانا. كلية اللي أنت عاوز تخشها دي يا ابني دي ملهاش شغل يا ابني. بقى كده يا توفي. ماما بتقولك أنا لما كنت في سنك كنت بعمل كذا وكذا ولا ما بيحصلش؟ كتير. لما كنت في سنك كنت بعمل مواعين لأمي. أبدا. ما بتقوليش الحاجة الصح، حاجات بس عشان أقلدها وخلاص. وأنا أفضل قاعدة ولا كأني سمعت أي حاجة وأتجاهلها. إيه هو سن المراهقة من وجهة نظر حضرتك؟ دوشة وعند وعصبية طفلة بيبي بتكبر بقى. يبدأ صوت يعلى. ليه؟ عشان إيه؟ إيه أخطر حاجة في سن المراهقة؟ اخطر حاجه اصدقاء السوء. تقول لهم الحاجات اللي انت مقتنع بيها وهم في حتة تانية خالص. ما تبقاش فاهمهم يعني مفيش اقتناع بوجهة النظر الآخر. إيه رأيك في ستايل لبس بنتك؟ أوفر
قولي، انا عايزاكي تقولي. على طول بعترض عليها. في حاجات كتير أذواق ما بتعجبنيش. يعني راجل تحس إن هو قديم كده يعني. عمرك فتشت في موبايله أو حاجته؟ على طول. يعني عادي ممكن. الباسورد بتاعها صعب، دايما بنساه. هي بتقوله لي بس انا بنساه. ليه مش بتحترم خصوصيتها؟ لا بحترمها، بقول لها تعالي هاتي الموبايل. هي بتدولي بكل بساطه. أشوف توجهاتها إزاي، أشوف تفكيرها إزاي، بس لا بحترم خصوصيتها، بس في الوقت دوت اضطريت بس ان افتش على حاجه. ممكن حضرتك تقلدهولي وهو عنيد جدا ومش عايز يسمع؟ يا مصطفى اعمل إيه؟ حاضر حاضر. يعني ايه بنت ويعني ايه ولد؟ لا انا مش بحب العنصريه. تعمل حواجبها كده. انتوا بوظتوا لي مودي، انتوا اليوم باظ. يو بقى، انت كل شويه طلبات انا تعبت منك. لعلمك بقى المراهقه اكتر مرحله سنيه فيها صدق، اللي هم يسموه الاوثنتسيتي. يعني ايه صدق؟ يعني هو ما اتعلمش الكذب الاجتماعي بتاعنا. احنا بنسلم على بعض بطريقه يعني يلا حبيبي ويا معلم وبتاع. انت بتقول لابنك سلم على عمه اللي هو 13 14 سنه، بيقول له اهلا، انت تقول انت قليل الادب ولا ما ترباش ولا لا يا حاج خالص، لا يا فندم مفيش الكلام ده خالص. ابنك عادي بيسلم بالطريقه العاديه، هو لسه ما اتعلمش الكذب الاجتماعي اللذيذ بتاعنا والدخلات بقى. عارف لما تيجي تسلم على واحد تقول له براحتك يا عم وحشني براحتك وتعالى وقت ما تيجي، بقينا شاطرين احنا في الحاجات دي. هو لا ما اتعلمهاش، فانت ممكن تقيس عليه حته الصدق. يعني هو لما بيحب حد ليه حبه؟ لانه صادق، بيكشف فكره الحته الاجتماعيه اللي احنا بوظناها دي، عنده مصداقيه مش موجوده في اي حته. انت عارف كوبليه احبك اكرهك اسيبك اندهك؟ ده السيره الذاتيه للمراهق. متخيل شله الهرمونات اللي واقفه على ناصيه جسمهم وعامله فرح وبتخمس في جسمه ولا جسمها، وشكلها اللي عمال يتغير، وشكل اصحابه او زمايلها اللي بيتغير برتم جديد وسريع عليه هو نفسه. تخيل انسان بيبدا حياته بسم الله الرحمن الرحيم كده، هوب تغيرات جسديه، تطورات عقليه، ازمه هويه، مش عارف هو مين ولا مميز في ايه ولا يستغل وقته وطاقته في ايه. وكل ما يسال يتقال له حبيبي انت مراهق يا ابني، انت ايه يا حبيبي اللي تقول ايه تعمل ايه. كل ما يحاول يتصرف من دماغه اللي بالمناسبه مش مساعداه لسه، يلاقي حد بيقول له بس يا بابا بطل مراهق. يبطلها ازاي؟ يعمل ايه طيب؟ يعني يبطلها ازاي؟ ما دي يجريها زي اليوتيوب كده. يعمل ايه؟ طب انا يا عم مراهق وصغير، فهمني انت بقى يا عم الكبير اعمل ايه. فانت فهمني. المراهق مش بيفكر غلط ولا هو متمرد ولا مندفع وخلاص، هو بيفكر بطريقه مختلفه. يعني مثلا الجزء اللي في مخه المسؤول عن المشاعر والانفعالات بيتطور اسرع من باقي دماغه بكتير. يعني مثلا تخيل معايا انت بتروح الجيم تلعب تراي بس، هتبقى رفيع كده وزي ما يكون لابس عوامه كتافات في دراعك، فاهم؟ هو المراهق كده لابس عوامه كتافات في دماغه. التركيبه دي هو ملوش ذنب فيها، يمكن مخلياه متهور شويه، مزاجي، بيحكم بعواطفه، لان الاجزاء المسؤوله عن التفكير المنطقي والقرارات والبتاع لسه في الحضانه بتشتغل جديد. المراهقه هي السن الصلصالي، السن المرن اللي العاطفه عنده بتكون كبيره وبيفكر في كل حاجه بقلبه. وهنا دي ميزه، حاجه ممكن انت تستفيد منها وانت بتتعامل معاه وبتربيه بتوجهه، انك تقدر تشكله كويس، تعلمه المبادئ اللي هتكمل معاه بقيه حياته. مش لازم يكبروا في يوم وليله، يعني سيبه براحته، ده ابنك، ده مش ستيك عشان تاكله نص سوا. معلش احنا اسفين ان احنا جبناكم بالطريقه دي. التحقيق ده طبعا اجراء يعني روتيني، ان شاء الله يعدي بسرعه، ويا ريت تتعاونوا معانا. لو اتكلمنا بصراحه وقلنا كل حاجه ان شاء الله هتروحوا، لكن لو ده ما حصلش اهم حاجه ما يكونش في ضرب. لا هو الاثنين اللي بيتضربوا دول علشان ما دفعوش الحساب بس. اطمن يعني. لا ما تقلقش. انا مكتوب عندي انه تم تخصيص مبلغ 140,000 جنيه من صندوق الخدمات والتنميه المحليه. انتوا تهمتكم ايه؟ مش فاميليا برضو معانا في ان شاء الله. ورد لعلمنا ان في كلمه مكرره اتقالت كتير اليومين دول، يعني النهارده وامبارح وبتاع، كلمه ان مش معمول لي حساب. تفتكري يعني ايه مش معمول لي حساب؟ يعني ما ناخدش برايها مثلا، مش بيحطوني في حساباتهم يعني. يعني رأيي مش مهم عندهم، ان هم حتى لو اخدوا رأيي بس ما بيهتموش بيه. في اي قرار عائلي هنتخذه مثلا بابا بياخد المشوره طبعا، او ما بيعملش بيه في الاخر. بالظبط. بس هو لازم دي شكليات بالظبط كده، عشان الرأي العام بس ما يوجعش دماغنا وكده. انا واخد قيمتي في البيت. انت واضح ان انت متهدد قبل ما تيجي على فكره. حضرتك متهمه بانك بتقتحم حجره المذكوره في اي وقت من غير اذن نيابه. ليه انا اخبط؟ هي تخبط اوكي، انا اخبط. اوقات كتير هي بتبقى عايزه تقعد في الاوضه لوحدها، الموضوع ده بيضايقني جدا. لا يعني بس عايزين كده نعرف كده ايه اللي بيحصل من ورا الكواليس. الاتهام الثاني ان حضرتك عاوزه بنتك تبقى نسخه منك. هل في خناقات على اللبس؟ لسه متخانقين امبارح بقى. يا رب هتولع اهي. ايه ده انت هتنزلي بده؟ ايه ده انت لابسه كده ليه؟ لفي كده وريني ضهرك. وانت متهمه ان رد فعلك عنيف شويه تجاه الموضوع ده، ولا عندي حق. ورد فعلك عنيف دلوقتي معايا هو عشان شفت تاخد بالك. شفت يعني انا لاحظت. غلطان انا. يقول لي البس شورت، انا مش عايز البسه.
ما بيريحنيش. هو بيدور لك على عروسه مثلا؟ لا يا استاذ، عشان انا بتكسف ابقى انا لابس شورت وهو ابني الصغير غريبه جدا. لابس ده انا شرفة كل كلاسيكي. اللي انا اعرفهم ان بيبقوا عايزين يقصروا واهاليهم بيقول لهم طولوا. انت العكس يا مصطفى، انت هتجنني. هل عمر حضرتك وصفتي حد بانه مراهق؟ سعيد الصراحه. لا هزار. ده بتقولي انت عيله. بقعد اقول لها مش هنخلص احنا بقى من المراهقه دي كده يعني. واحنا بنقلب في الدفاتر القديمه كده اكتشفنا ان في 3-4 حاجات كنت بتقولي عمرك ما هتعمليها مع ولادك بس عملتيها. العصبيه والنرفزه. ان انا اضرب، كنت بقول انا بنتي دي هسيبها براحتها خالص. وده ما بيحصلش طبعا. ليه حضرتك عمرك ما سبتيها تمسك مصروف البيت؟ مين دي؟ ملك؟ لا ملك فلوس لا. ملك فلوس لا. كاتبينها على باب الشقه. عشان هي يعني بتصرف كل حاجه في نفس اللحظه يعني. هل الاغاني اللي بنتك بتسمعها بتشكل لا، اداه سيئة. تعذيب؟ لا سيئة. لا أنا أغاني ما سيئة. كملتش السؤال. هي ما قدرتش تستنى، كانت هتموت وتقولها. كتير. تقعد تسمع اغاني كده خبط وزعيق وكده طول الوقت. طيب يعني انا حاولت اوقع ما بينكم بس انتوا ما مسكتوش في بعض بالشكل الكافي. مش عارف ليه، واضح ان انتوا في متفاهمين بوند جدا. وانتوا اللي راكبين العربيه اللي مكتوب عليها ورا ملك فلوس لا. مكتوب على ظهرها كده الميكروباص ده بتاعكم. هو ده. خلاص اتفضلوا ركبوا الميكروباص وتنورونا. ميرسي جدا. صحيح المراهق ما ينفعش يشيل مسؤوليه كبيره طبعا، هو رايح على النضج بس مش امعه برضه، مش لا يعتمد عليه خالص. اسند عليه بس ما تحملش عليه قوي. يعني تعال ندرج الموضوع، بدل ما يبقى بيشيل ميزانيه البيت طول حياته يشيل اسبوع يشيل يوم كده بالتدريج. يعني علميا الاطفال بيستخدموا في الاغلب الفص اليمين من المخ اللي هو بتاع الابداع والخيال لحد سن 6-7 سنين. البالغين غالبا بيستخدموا الفص الشمال اكتر من المخ اللي هو بتاع المنطق والحسابات وبتاع اللي غلبتنا دي، ده بيستخدموه اغلب الوقت. فنقدر نقول انه نسبيا المراهقه اكتر وقت فيه البني ادم ممكن يستخدم فصين المخ اليمين والشمال في نفس الوقت، ودي ميزه لو تعلمون عظيمه. لو طبقت ده على ارض الواقع هتلاقي ان المراهق ممكن يتعلم اي حاجه بسرعه وبكفاءه، عنده معدل ذكاء اعلى من الاطفال وشغف اعلى من الكبار، فسهل يتحمس وسهل يفهمك، دايس في اي حاجه. تخيل انك انت مثلا قرفان من مديرك ازاي ومش طايق تاخد اوامر من حد، هو عنده اب وام ومدرسين وكابتن وقادر يهندل كل دول. الدراسات بتقول ان الولاد والبنات في سن المراهقه ذاكرتهم بتكون اقوى، قدراتهم العقليه بتزيد بشكل ملحوظ، بدليل انه بيصلح لك الموبايل وبيظبط لك الريسيفر لما تمسحه بالغلط، وكمان بيقدروا يعملوا اكتر من حاجه في نفس الوقت، على عكس البالغين. احنا غلبانين خالص، صعب يركزوا في اكتر من شيء. يعني الواحد يعني بيشرب الشاي بيحس ان هو مستهلك ذهنيا، يعني تلاقيه مثلا بيرازي اخواته وبيذاكر وبيلعب جيمز وبيسمع مزيكا وبيتمرن وبيتناقش في قضايا مهمه، كل ده وهو خارج مع اصحابه بره اصلا يعرفوا يعملوا كده. الكلام ده بيظهر في شركات كتير كان اساسها مراهقين او افكار مراهقين. يعني عندك مثلا فيسبوك اللي اسسه مارك زوكربيرج كان عنده 19 سنه لما بدا الموضوع. ووردبريس اللي طورها مراهق تاني كان عنده 19 سنه برضه اللي هو مات مولين. شركات ميزانيتها ملايين عملها مراهقين ما كملوش ال 15 سنه. كل الشركات التانيه اللي بتسعى للنجاح والسيطره على العالم بتختار المتدربين عندها سن المراهقه بالذات عشان تحدد مين هيبقى موظفهم في المستقبل. خايف تسيب له مصروف البيت اسبوع، يقول لك ملايين يا ريس، ده مارك ده مولعها. تخيل بقى حد بالمميزات دي وشقيان بين المجتمع والجسد الذي لا يرحم وبتاع، فنسيب احنا كل ده ونتريق على الشنب اللي خط ولا اصواتهم اللي اتغيرت. ده كلمه مراهقه بعد كده هتبتدي تستخدمها مدح، يعني مش هتبقى شتيمه ابدا. لما تفهم يعني ايه مراهق تبتدي بعد كده تقول ايه ده ما شاء الله، لا الولد ده لا ده مراهق، ده مش طبيعي، وهو كبير كده 40 سنه قدامك. احنا في البرنامج عملنا مسابقه ما بين الكبار والصغيرين يعملوا اعلان، يبتكروا حاجه دقيقه، فكروا في فكره وبتاع. الصغيرين فكروا في فكره وعملوا حوار وصوروا في كذا لوكيشن ومنتجوا المشاهد وقطعوها طبعا بامكانياتهم، ما اديناهمش اي حاجه، وشماسي وبواريك وتمثيل واكسسوار وبتاع. لكن الكبار طبعا عملوا الموضوع على الواقف كده ومثلوا برضو الصراحه، بس يعني مثلوا تمثيل مشرف، ما كانش فيه مقارنه. اللي مطلوب في المسابقة دي إن كل فريق يعملوا إعلان أقل من دقيقة عن برنامج الفاميلي، هيصوروه بإمكانياتهم. إحنا مش هنساعدكم بأي معدات خالص، معاكم وسيلة مساعدة، إن أنا ممكن أجيلكم دقيقة لو عايز أساعدكم في أي حاجة، عشان أصل أنا وقتي طبعا في الإعلانات بالذات، أنا في الإعلانات بتحسب بالدقيقة. طبعا. طيب جاهزين؟ يلا انطلق. احسنتم يا جماعه واتمنى لكم الفوز ان شاء الله، ويا رب ظهوري معاكم ما يبقاش هو سبب الهزيمه. طيب دلوقتي عايز بس قبل ما نتفرج اسالكم كده، يعني تكلموني عن كواليس العمل العظيم ده. يعني هل في صعوبات واجهتكم اثناء التصوير؟ لا احنا كنا عايزين نركب فيديو على فيديو المونتاج مع بعض ما كناش عارفين، اه فاضطروا يعملوا الفيديو حته واحده، عملوا الاعلان حته واحده. تخيلوا
عملوا الاعلان شبشب كده طويل عشان مش هنمنتج، فما عندناش، ما جبناش معانا المكنه بتاعت المونتاج دي. مش والان مع اعلان الكبار لبرنامج الفاميليا الموسم الرابع، نتشوف مع بعض. وانا كمان انا جماعه من ايه الحاجات دي؟ ايه رايكم؟ انا جايه بقى مكلفه اشتريهم عشان الساحل وحش؟ لا انا جايبه لها كشاف تذاكر عليه، تقول لي قديم ولا تقول لي انا الكاميرا جبت لها بتاع جبتها اهو. لا طب انا كمان انا قالت لي عايزه حاجات موسيقيه، جبت لها جيتار تراث وجبت لها طبله. مش عارفين نحل المشكله ازاي الحاجات دي وحشه تذاكر عليها. الكاش مايو تنزل بيه بنت الذهب. لا ساحل مين يا فندم؟ لا تعالوا لي انا عايزكم تعالوا على الفاميليا، هي اللي هتحل الحاجات دي. لا سيب يا فندم معلش. اتفضل. طيب برافو احسن. اللوجو، في لوجو في الاخر. الله اكبر. كلمونا عن الفكره باختصار. الفكرة إن إحنا متجمعين كلنا مع بعض، نحكي بقى كل واحد مشاكله، هو كل واحد جايب كادو لولاده ومحدش عجبه حاجة. والدكتور كانت بتصور، انا خدت بالي. الدكتور تصوير. قررت هي مخرجه في نفسها. إخراج أيوه. نشوف اعلان الصغيرين. والله لو اوريها مش هترد طبعا. هانو ما تجيلي بس. ايه ده ماما؟ ايوه يا ماما. اخيرا رديتي عليا. ايه كل ده يا بنتي؟ ما بترديش ليه؟ انا اسفه كنت سايبه الموبايل ما خدتش بالي. انت فين كل ده؟ انا مع اصحابي على الفول زي ما قلت لك. طيب مفيش خروج تاني بقى؟ انا زهقت. ايه الخناقه دي؟ ماما قلقانه عليكي مش عارف. معلش يا جماعه، المشكله بتحصل دايما ما بين الاهالي وبين ولادهم، واحنا دورنا في الفاميليا ان احنا نقرب الناس من بعضها. يلا تعالوا معايا. تعملي ايه هنا؟ لا ماما انا مش ماما حلو جدا، حلو بصراحه حلو جدا. طيب نشوف التقييم بقى، الناس مع التسقيفه الاعلان الكبار. والله روحهم رياضيه. احنا مش منحازين والله ولا حاجه، احنا المنظر يكسب. احنا طيب اعلان الكاش مايو هننزل في جزيره الذهب ده اللي هيجيب بقى مشاهدات بقى هو. طيب نسمع تسقيف الاعلان الصغيرين. اظن واضحه، الصغيرين هم اللي كسبوا معانا. اشرحوا لنا بقى الفكره اللي انتوا عملتوها. ان هي مثلا مامتها بتزعلها وكده ان هي متاخره وهي قاعده ما بتردش على التليفون، بس البنت من وجهه نظرها ان هي عادي وهي قاعده في انا خدت بالي ان هم الاثنين شعرهم كده، بس البسوك انت باروكه برضه مش عارف ليه. برافو يا جماعه، احسنتوا. احلى فقره عملناها في البرنامج والله. المراهق واقف في حته صعبه جدا بين انه حاسس بان شخصيته بتتكون، انه مستقل، وبين نظره الاهل له على انه متهور وطايش ولازم يتفرض عليه نظام معين زي وقت الطفوله. يعني تشوفه بيلعب بالبالونه تقول له عيب عليك يا حبيبي انت كبرت. بالونه ايه الكلام ده؟ كبير دلوقتي الكلام ده. طب يجي يقول لك علمني السواقه تقول له لا حبيبي انت صغنن، لا خالص ينفع الكلام ده. سواقه ايه؟ ما انت ما تفسحوش بقى ما تلخبطوش. يعني سيبك من فكره ان انت مراهق ولا من، لا هو طبعا كل سن له حاجه. ما تقعدش بقى كل شويه تقول له لا انت صغير لا انت كبير. احنا لازم نتعامل مع الحكايه دي ان بص كل حاجه وليها حاجه. لقيته بقى بيهزر بيلعب بيهيف زي الاطفال، حلو، هو لسه في طفل جواه. ما انا بلعب بالبالونه وبسمع كلمتين من المدام واليوم بيبقى لطيف وايه. لازم تفهم دماغه وتقرب له على قد ما تقدر، حتى لو بين لك ان هو رافض ده فده مش حقيقي. خليك متابعه وبتدعمه. اقلع بيجامه الاب واخلعي شبشب الام وامسكوا الدراع بتاع البلاي ستيشن بتاع الصح. طبعا لو بردت وانت بتلعب البس بيجامه الاب تاني عشان خاطر بس ما تقولش ان احمد قال لي اقلع بيجامه الاب فكحيت. وانا عارف في السن ده يعني الله يكون في عونكم. شوف الحياه بعينيه هو مش من ورا نضاره. عدوا معاه المرحله دي وتقبلوا ان هم هيحاولوا يبعدوا شويه ويدوروا على نفسهم عادي، وان ده مش تقصير ولا عيب منكم. هو طبيعته كده، مخه بيفرض عليه ده علشان ينضج وعشان يكبر ويلاقي لنفسه هويه وشخصيه. بلاش موضوع بقى لما كنت في سن، عشان انت لما كنت في سنه كنت مراهق عادي وليك بلاويك برضه، بس احنا ما بنقولهاش على النت فخلينا صراحه يعني ملهاش لازمه، ما تزنقوش في الحته دي.
ايه الموقف اللي انا وجعتك فيه او ضايقتك فيه مني جامد؟ مبدئيا انا اسفه. بتجيبي علامات وحشه في المدرسه لما بتحسسيني ان انتي صحابك اهم مني او مش فاضيه او كده علشان خاطر خارجه معايا. لو انا مكعبات مثلا تحبي تشيلي مني ايه وتحطي ايه وتزودي ايه على الحاجات اللي عندي؟ هضيف طبعا سمع الكلام وهشيل لوة البوز، اشيل العند وازود ان انتي الاحاسيس اللي جواكي ناحيتي تبان في كلامي. مش بتحسي انك بتخنقيني لما بترفضي اني اسافر مع صحابي؟ لا مش بحس كده. لا بحس اني بخاف عليكي. لا مش بحس. خاف يحصل لك حاجه، حد يضايقك. هتعملي ايه لو صحيتي من النوم وما لقيتنيش موجوده في الحياه؟ مش متخيله الحياه من غيرك يا ماسة. بعد الشر طبعا، ومش عايز ارد على السؤال ده. جاوب. اكيد هموت. لو انا مكعبات مثلا تحبي تشيلي مني ايه وتحطي ايه وتزودي ايه على حاجات اللي عندك؟ احب ازود يعني انك تبقي تديني شويه حريه. شيل العصبيه، حط مكانها الهدوء طولة البال. ان انت طول الوقت بقى بتتخانقي طول الوقت؟ لا مش طول الوقت، بس يعني انت بعض الوقت بتبقى عصبيه كتير قوي. وان انت بقى تدخلي عليا الاوضه ومش عارفه ايه. ايه الحاجه اللي بعملها معاكي عمرك ما هتعمليها مع اولادك؟ مش هخنقهم قوي. ان انا ازعق لهم، واكيد هبقى خايفه عليهم كل حاجه، بس اخليهم يخرجوا يعملوا يعني هسيبهم زي اللي هم عايزين يستمتعوا بحياتهم. نفسك لما تكبري تبقي زيي؟ مش قوي يعني. نص نص. بس مع حاجات هي مش هتدخل في خصوصيات ولادي. لا مش عادي. ده يشرفني. بتحسي بايه لما باخد قرار يخصك بالنيابه عنك؟ بحس ان انا ماليش راي، اني مخنوقه، ان انا المفروض اعمل اللي انا عايزاه. يعني بفهمك لما بتتكلمي معايا. لا ايه ده؟ اكتر واحده يعني مش في كل الاوقات يعني. بتبقي فاهمه خوفي عليكي حب ولا بتبقي فاكره انه تحكم؟ بكون فاهمه ان هو حب، بس مش بيعجبني برضه حتى لو هو من حب. انا ببقى عارفه انه حب، بس في الخناقه ببقى واخده اللي هو انت ليه بتعملي معايا كده يعني. اوقات بيبقى لا، يعني ببقى انا عايزه اعمل اللي في دماغي، بس اكيد انت عايزه مصلحتي. ايه اكتر كلمه بتحبي تسمعيها مني؟ انا ما عنديش اغلى منك. بحبك يا ماسي. لما تقولي لي انا فخوره بيكي او ان انا عملت حاجه صح. والدي العزيز، لطالما كنا نعيش سويا في نفس المنزل، ولكن هذا الخطاب هو فرصة سانحة كي أكشف الغبار عن بعض خباياي التي لم أخبرك بها. أنا بحبك قوي وأنت أغلى حاجة في حياتي. أنا مش بتمنى أكتر من دوام الصحة والعافية وطولة العمر ليك، لأن أنت عنصر مهم في حياتنا، وبتمنى أعمل أي شيء يخليك سعيد ومبسوط مني طول الوقت. وطبعا أوعدك أن أنا بحاول أبقى أحسن بس أنا عايزة أقولك إنك أغلى حاجة في حياتي، مهما بنتخانق وبتضايق، بس أنت هدية فعلا من عند ربنا جاتلي. وأنا عارفة إن أنت أكتر واحدة خايفة على مصلحتي بجد، وعايزة تشوفيني أحسن حاجة في الدنيا. بعتذر عن كل مرة كانت فيها دماغي ناشفة، وبعتذر عن كل ثانية عدت من غير ما أسأل عليك وأنت مش معانا في البيت. حبي ليكي عدى الدنيا كلها لدرجة إن الحياة من غيرك ما تسواش حاجة. أوعدك إني دايما مش هعصبك تاني ومش هضايقك عشان بحبك. من الآخر كده مفيش كلام تاني أقدر أقوله، فدي أشياء ما يقدرش عليها لسان. وربنا يخليكي ليا. عيطيش. مايا، أنا هعترف لك اعتراف. طبعا أنا حبي ليكي يا مايا فوق ما أي حد يتخيله. أنا صحيح بختلف معاكي كتير في حاجات، بس حقيقي مش قصدي إني أزعلك، وأنا وعدك إني هفضل جنبك وأساعدك لآخر وقت في حياتي. متعرفيش قد إيه حب ليكي وقد إيه أنتي أغلى حاجة في حياتي. سكرتي وأم دم خفيف. أظن إنك مش محتاج إني أقول لك إني بحبك، لأنك تعلم أنك الحب كله، الحب اللي كان والحب اللي كائن والحب اللي هيكون. أسفة عشان أوقات كتير بتبقي عايزاني معاكي أحسن من كده. أسفة عشان أوقات بتشوفي حبي ليكي تدخل في حياتك وتحكم في خصوصياتك. وأنا أسفة لو زعلتك وعليت صوتي، وده من حبي وخوفي عليكي. هحاول إن شاء الله ما زعلكيش وقلل من عصبيتي شوية. بحبك.
انا اظن ان السبب المنطقي الوحيد اللي بيفسر ليه المراهقه بقت شتيمه هي المؤامره. ايوه دي مؤامره الكبار والاطفال على المراهقين، دي مقنعه برضه. عشان كده عاملين قطايف عصافيري صغيره، والتانيه القطايف الكبيره اللي بتتحشي لحمه دي، لكن مفيش قطايف مراهقين. في قطايف مراهقه؟ فيش طبعا. مؤامره، اجيب القطايف براحتي، انا احب القطايف اللي في النص دي، اجيبها كده واقعد قدامه ولا يلا يا مراهقه، لا انت عصافيري ولا انت بتاعت اللحمه. في مؤامره. المشهد الشمسيه يا استاذ مصطفى، احب اتكلم معاك في اللقطه دي، لان في نقاط كتير جدا علقوا على الموضوع. الدخله بتاعت الشمسيه ووجودك بالشمسيه في المقدمه، ايه احساسك دعني اقول. هي الحكايه كلها ان انا متاثر باسلوب اساتذه تانيين. ايوه تمام، فحبيت احط التاثير ده على العمل بتاعي. ايوه ودي اهي. ايوه حلوه. ممكن بقى نصور كلنا مع بعض، ممكن نعمل نبين الصوره كده الجميله دي. ايوه لا هنتخانق دلوقتي، احنا لسه مخلصين ومتفاهمين، هنتخانق مين يمسك الصوره يعني. يلا 1 2 ضحكه حلوه 3 تسرقنا الدنيا وتاخدنا من بعض ساعات، وتروح اوقاتنا ومواعيدنا باصين في شاشات، تسحبنا الايام تبعدنا وتعمل مسافات، ونضيع على بعض بايدنا اجمل اوقات. سيبك من الزحمه الكدابه وشوف مين حواليك، هتلاقي الباقي مفيش غيرهم ايدهم بايديك. لو زادت مرة عليك شيلة افتكر انك عندك عيلة، احكي لهم عنك وبطيبتك حبيبهم فيك. دول منك ليك هما الأولى من كل الناس بيك، بوجودك بمشاعرك وبكل محاولة وبكل خلاصة مجهودك. لو زادت مرة عليك شيلة افتكر انك عندك عيلة، احكي لهم عنك وبطيبتك حبيبهم فيك. مين يجري عليك ويشيل همك ويشد ايديك تصلب طولك، فين تلقى الحضن اللي يضمك وهتقدر ترمي له حمولك. لو زادت مرة عليك شيلة افتكر انك عندك عيلة، احكي لهم عنك وبطيبتك حبيبهم فيك. هذا البرنامج برعاية